السلام عليكم ورحمة الله. هل الجولان سكانيا أو ديمغرافيا هم من الدروز فقط؟ لما أي حدا يسألني من أي منطقة أنت بسوريا وأحكي له أنا من الجولان، يخطر بباله أنه أنا درزي. طبعا الطوائف كلها على عيننا وراسنا، إحنا ما إحنا مقربين صوب هاي الناحية خالص، بس بدنا نوضح الموضوع. في عام 1967 لما هاجمت إسرائيل منطقة الجولان، نزح 131 ألف شخص من هذه المنطقة، وبقي حوالي 7000 إلى 8000 شخص هم من الدروز والعلويين. انظر معي إلى هذه النقط الصفراء، هذه النقط تمثل القرى الدرزية الموجودة في الجولان، بينما هذه النقط تمثل القرى العلوية فقط. يعني عددها لا يجاوز 15 قرية من أصل 167 قرية موجودة في الجولان و112 مزرعة. لما هاجمت إسرائيل بال67 هذه المنطقة، نزح 131 ألف شخص من هذه المنطقة هم من المسلمين السنة، وبقي في الجولان المحتل حوالي 8000 شخص هم من الدروز والعلويين. وتمثل هذه النسبة تمثل حوالي 5% فقط من أهل الجولان. يعني 5% هم من الدروز والعلويين، و95% هم من السنة بمختلف الأعراق، سواء العرب أو التركمان أو الشركس.